خاطرة كده جات على بالي دلوقتي. قُلت أسألكم لو في حد زيي قولوا لي يعني لو حصلت معاكم قبل كده. حصلت من 5 سنين وحصلت من 3 شهور. تقريبًا يعني تقريبًا 5 سنين وتقريبًا 3 شهور. من 5 سنين والدي لمّا توفاه الله هو كان واقف مات يعني. الله يرحمه ويرحم أمواتنا جميعًا. ف جه أحد المقربين وأنا واقفة يعني لسه مخضوضة. وباقول إنا لله وإنا إليه راجعون، قالت ده أنا كنت جاية أقول له إن أنا حامل. فتجلّى على طول في دماغي كلمة واحدة بس يحيي ويميت. من 3 شهور فجأة كده وبدون أي أسباب حد كان من المقربين أوي زي في غشاوة كده من على عيني اترفعت أو في زي حجاب من عليه اترفع. أنا مش قادرة أفهم اللي حصل إيه، وباقول بيني وبين نفسي ليه؟ و وكنت زعلانة أوي. كنت الحمد لله اللهم لك الحمد. وفي نفس اللحظة ربنا قرّب مني حد اللي هو برضه باقول ليه؟ المُعطي المانع، منع عني حد. أنا ما كنتش عايزة إن هو يتمنع عني، يعني اللي هو ليه؟ وادّاني عطية كده، أعطاني حاجة حد برضه برضه اللي هو قُلت ليه؟ وما بين ليه في المنع وليه في العطاء، ليه في إنه يحيي ما عندناش إجابة. بس في أكتر من موقف ما أعرفش ليه الموقف ده برضه ليه الموقف ده اتربط بده. بس يمكن علشان إحنا يمكن رمضان وبرامج رمضان بتخلّي عندنا كده إيه، تذكرة بالتسليم والتوكل وأسماء الله الحسنى وكذا. فجه في بالي الربط ده، إن ربنا لمّا بيمنع عنك أو بيمنع عنِّك هو منع لحكمة. فما تزعلش وما تقولش ليه. ولمّا ادّالك شخص أو ادّالك حاجة أو ادّالك وحاسة إن هي دي بتحصل مع دي، مش عارفة يعني قولوا لي. يعني أنا باشارككم عشان عايزة أعرف منكم فعلًا حصلت معاكم وفعلًا هي بكده والّا أنا باهزي يعني. بس هي تجلّت عندي وقتها وتجلّت عني دلوقتي اللي هو يعني نسلِّم أمرنا لله كل شيء بيحصل بقدر وكل شيء بيحصل بسبب. وربنا لمّا بيمنع نرضى، ما نقولش ليه؟ وأنا عملت إيه؟ وده حصل إزاي؟ وليه تعمل كده؟ لا، لا، لأ، والله لأ، والله لأ. هو منع لسبب، والسبب والحكمة ولفايدتي ولفايدة يعني لفايدة الكون عمومًا، المنظومة كلّها. وادّاني في الوقت ده برضه قرّب منّي حد لسبب. فما تخانقوش مع الأسباب. ما تتخانقوش وتقعدوا تتساءلوا. كل حاجة بتحصل بسبب.